البرامج الرياضية كتب على الشاشة: السبت 14 نوفمبر استاد القاهرة مقبرة الغزاة. لما الجزائريين قروا ده، انت لو جزائري تعمل ايه؟ ازاي انك كجزائري اقبل ان يتقال على بلدي انها غزاة لمصر؟ احنا هنا بدأ التصعيد. اليوم اللي قبله قال مصر كلها ضد الجزائر، اتكتب على الانترنت. يعني حضرتك بتتهم الاعلام المصري ان هو اللي صعد؟ هو اللي صعد لوحده. خد بالك انا بقول ايه؟ لوحده. الاعلام الجزائري حتى تلك اللحظة لا يفكر في مصر. حتى اللحظات اللي انا بكلمك فيها دي لا يفكر في مصر. احنا قلنا مصر، رواندا دولة بقت 83 مليون، قلنا كده بحرف واحد، سكانها 3 مليون وبقى معاها 80 مليون. الجزائريين قالوا الكلام ده. قلنا مصر كلها ضد الجزائر، الجزائريين شافوا الكلام ده. قلنا استاد القاهرة هيبقى مقبرة الغزاة، الجزائريين شافوا الكلام ده. كارثة. فعملنا احنا كل التصعيد ولم يكن ممكنا ان الجزائريين ما يصعدوش. وضع طبيعي. فابتدى التصعيد يبدأ في الجزائر في صحيفة واحدة اسمها الشروق. صحيفة عدد قراءها زاد أو قل محدود، لا يتابعها مصري واحد، لا يتابعها عربي واحد، كل متابعيها في الجزائر. إنما أنا أقعد أفتش عليها في الإنترنت وأطلع أخبارها الاستفزازية ضد مصر وانشرها، يبقى أنا اللي ساهمت في تصعيد الاستفزاز. أنت بيشاهدك رغم عن أنفه لأنك تلفزيون ولأنك فضائيات، إنما الصحف لأ. الجزائر ما تقدرش تعرف إيه اللي بيحصل في الصحف المصرية الرياضية إلا لو دخل على الإنترنت وفتش فابتدت صحيفة الشروق تعلى بالتون بتاعها. ابتدينا إحنا نفتش عن الكلام اللي يأذي الجزائر ويضايق الجزائريين. أنت بتعلن تلفزيون عبر عدة قنوات فضائية غير مسؤولة، وهم بيعملوا في جرايد. طيب العالم العربي بيشوف ايه؟ من هو غير جزائري وغير مصري هيشوف ايه؟ هيشوف الفضائيات فقط. فبدأ يبقى في تعاطف ضد مصر في العالم العربي، ضد الإعلام المصري لصالح الجزائر. الناس مش مبسوطة ان يطلع مصريين يشتموا الجزائريين، ما بيشوفوش اللي بيحصل في الجزائر، لكن كل اللي بيتابعوه الفضائيات. فاحنا بدأنا نعمل تصعيد لدرجة ان احد المذيعين قال لك بيقولوا نستقبلهم بوردة، لا احنا نستقبلهم بطوبة. طوبة ايه؟ طب احنا استقبلناهم بطوبة. التصعيد وصل لغاية ما الفريق الجزائري وصل الى مطار القاهرة في مسافة ما زادتش عن 5 دقايق بين المطار وبين الفندق. اتضربوا بالطوب، الازاز اتكسر، 3 اتصابوا. خلاص. ال 30 ثانية بتوع الحادثة دول لفوا العالم. لفوا العالم. حط نفسك جزائري، فكر بعقلية الشخص الجزائري، ما تفكرش بعقلية المصري. كل يوم الفضائيات المصرية بتشتمك، كل يوم بدون داعي، وبتقلل من عروبتك وبتقلل من إجابتك للغة العربية وبتقلل من الجزائر. ما فيهاش، الجزائر شعب إسلامي كله. لما يطلع مذيع ويقول لك أصل احنا اكتشفنا إن الروراوة يهودي، ده الجزائر ما فيهاش غير المسلمين. يعني ما هو ده نقص جهل كمان بالجغرافيا والتاريخ. يعني الجزائر شعب اسلامي ابا عن جد عن جد عن جد عن جد عن جد. دكتور علاء، حاسس انك عايز توضح الصوره، ولا حاسس انك متعاطف مع الجزائر، ولا حاسس انك بتوضح ولا انك بتحب مصر؟ بص حضرتك، لا وجود لادنى تعاطف مع الجزائر. ما ياتي بعد ذلك انا بلوم فيه الجزائر، ما ياتي بعد ذلك. انما الى هذه اللحظه الجزائريون كانوا على الحافه. احنا في اتجاه عدواني جدا ضد جورنان او جورنانين في الجزائر. دكتور علاء، حاسس ان الشعب المصري خدع من المسؤولين والاعلام؟ هدي جدا. حضرتك حق الرد بس بعد الفاصل.